السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل لحمة بالبصل بس على طريقتي أنا. يا ريت تبقوا تجربوها وتقولولي، لأن فعلا الطريقة دي هتعجبكم قوي. معايا هنا أي لحمة ستيك، أنا هنا جايبة لحمة العرق، فأنا مقطعة نص العرق وهعمله. انتي اللحمة ستيك أي لحمة تعجبك اعملي بيها. معايا هنا 3 بصلات كبار، معايا بصلة عشان لما أجي أشوح اللحمة، 7 فصوص توم، معايا ملح، حبهان وورق لوري مطحونين، 3 فصوص مستكة، معايا فلفل اسود، جوز الطيب، معلقه سكر صغيره، ومعايا سمن علشان هشوح بيه، وهقسم السمن على كذا حاجه هوريكم الطريقه. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هحط حله على النار وهنزل بمعلقه سمن، بس مش هكتر السمن لاني اللحمه هتتشوح تاني. هوريك هعمل ايه. بحط هنا معلقه سمن وهحط الثلاث فصوص مستكه لغايه لما تسيح، وبعد كده هبتدي انزل باللحمه وابتدي اشوحها. لازم تتشوح معايا كده، تاخد زي صدمه. انتوا عارفين ليه بقينا نحط السكر مع اللحمه؟ علشان بيساعد في عمليه السوا. انا خلاص نزلت باللحمه كلها، حوالي نص كيلو. انا قسمت العرق على 2، فانا بعمل نص العرق، وانتي براحتك زي ما قلتلك اي لحمه تعجبك، بس جربي بس بالطريقه دي اللي هي لحمه بالبصل وهتعجبك قوي. خلاص بشوحها وهبتدي انزل عليها بالبهارات اللي انا قلتلكوا عليها علشان ريحه البهارات تطلع، وما بتتشوح كده بتبقى طعمها حلو. ونزلت بالثوم وبصلايه صغيره، وهنزل برضه عليهم ياخدوا تشويحه حلوه على البوتاجاز، واللحمه تبك ميتها والبصله كمان. بعد كده ممكن ابتدي ازود الميه في الحاله ديت علشان عايزه اللحمه تستوي معايا سوا كويس. هاخدها برضو كده تاخد غلوتين على البوتاجاز، وهبتدي انزل عليها بميه سخنه. اوعي تنزلي على اللحمه بميه من الحنفيه علشان اللحمه ممكن تاخد وقت في السوى، فلازم تديها صدمتها بميه سخنه برضو. فكده اللحمه هتبتدي تستوي معايا. هسيبها بقى تستوي معايا براحتها. هكون انا بقطع البصل زي جوانح كبيره شويه علشان اللحمه اللي بالبصل يعني البصل ياخد معايا ويدي يعني. لكن لو رفيعة البصلة هتتهري معايا، وانا هنا مش عايزة البصلة تتهري معايا وتدوب في الدمعة، لا انا عايزة البصلة تبقى ماسكة نفسها شوية. انا كده خلاص زي ما قلتلك خدتها غلوتين على البوتاجاز وخلاص داخلة في السوا. خلاص انا هاخدها برضو غلوتين بالبصل اللي انا قطعته. نزلت كده بالبصل وهسيبها برضو تاخد معايا غلوتين 3، بس البصل يدبل معايا في اللحمة ويكمل السوا شوية. خلاص كده خلصت معايا اللحمة، وهحط فيها زي سكينة اشوف ان اللحمة استوت معايا ولا لا. هي فعلا خلاص كده استوت، وهبتدي اشتغل في الخطوة اللي بعد كده. وخلاص كده انا ملحت اللحمة. انا ما بحطش الملح غير في الاخر خالص، والملح ده بتاعك انتي وعلى حسب ما تستطعمي. يعني ما اقدرش اقولك حطي معلقة 2، على حسب ما خلاص اللحمة بتتملح عندك. انا خلاص ببتدي اشيل حلقات اللحمة من الدمعة، بس برضو سايبة اللي هي الدمعة بالبصل ديت بتغلي معايا على البوتاجاز شوية علشان الصوص يقل منها شوية. وهبتدي اخد اللحمة دي هحمرها تحميرة تانية. عشان كده قلتلك انا مش بحط السمنة كلها، هحط كمان معلقة سمنة اللي كانت فاضلة معايا في طاسة، وهبتدي اشوح اللحمة دي احلى تشويحة على الجنبين. يعني هخلي اللحمة هنا لونها على بني غامق التحمير، وما تخافيش مش هتنشف. ليه؟ لاني هحط عليها برضو الصوص بتاع البصل ديت زي طشة، هعملها لها زي طشة وهتديكي نفس حلو قوي قوي. كده خلاص انا بحمر اللحمة وهاخدها زي ما قلتلك انا عايزاها اللون البني، وقلتلك مش هتنشف معايا لاني هنزل عليها بالدمع. خلاص هي كده خلاص احمرت معايا، وهو ده اللون المطلوب اللي انا عايزاه. وهبتدي البصلة اللي انا كنت سايباها على النار بتاخد غلوة، هبتدي انزل زي طشة، بس خلي بالك من البخار لا قدر الله عشان بيطلع جامد. بصي بقى في المرحلة دي اللحمة معايا بقت لونها زي بني كده، هو ده اللون اللي انا عايزاه. وكل ما هبتدي تغلي معايا هيبتدي تغمق معايا كمان وكمان، وهتحسي ان البصلة هنا عندي بتتكرمل كمان. فكل ما يغلوا مع بعض تبتدي تحسي بالتقل، الصوص ابتدى يتقل معايا من غير اي حاجة هو لوحده. بص زي ما انتوا شايفين، بصوا
ابتدى يتقل خالص وكده، خلاص اللحمة خلاص خلصت معايا. وجربوها، احنا طول عمرنا بنعمل بالطريقة دي وحلوة جدا ونفسها حلو قوي قوي، وياريت تجربوها. طبعا ممكن تعملي معاها مكرونة، تعملي معاها بطاطس محمرة. وعايزة اوريكي هنا، بصي اللحمة عاملة ازاي، والله والله تحفة. والبصل هنا كرمل معايا والصوص تقيل. هنا كنت عامله لها بطاطس متحمره كده برضو في معلقه سمنه، وكنت حاطه عليها ملح وفلفل اسود، برضو بتبقى حلوه قوي مع اللحمه ام بصل. وعلى فكره هي مش دبكه ولا حاجه، هي عادي بتتسلق عادي، وبعد كده بتحطي البصله، وبعد كده بتشوحي اللحمه لوحدها وتنزلي عليها بالبصل زي الطشه، وبتبقى حلوه قوي ونفسها حلوه قوي. وبعد كده ممكن تعمليها على طول. يا ريت تجربيها وتقولي لي. واللي اول مره يشوف القناه يدوس لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، واستنوني في فيديوهات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.